السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه بقى؟ ايه؟ هو احنا في مصر، هو احنا ليه كده حظنا قليل؟ حظنا شوية يعني والله بجد. هو ليه احنا بس اللي عندنا حاجة اسمها جماعة الاخوان المسلمين من سنة 28 لحد دلوقتي وهي عمالة تبهدل في مصر؟ ليه اشمعنى مصر؟ ليه كده حظنا شوية في مصر؟ ليه مثلا ما عندكش في اوروبا مثلا اللي هم عندهم بقى الديمقراطية وعندهم بقى المدنية وعندهم كل الكلام ده؟ ليه ما عندهمش مثلا هم كمان جماعة الإخوان المسيحيين مثلا ويعملوا بقى فيهم زي ما الجماعة هنا بيعملوا فينا كده؟ ليه احنا حظنا قليل؟ ليه ما عندهمش هم بجد يعني الجماعة دي تعمل عندهم كده جماعة يبقى اسمها جماعة الإخوان المسيحيين، يبقى كل هي ايه دورها في الحياة؟ ان هي تبقى ضد كل حاجة وعايزة كل حاجة بمزاجها وشغالة بس لحسابها، وكل شيء هي انت بتخطط له لصالحها هي فقط، ومفيش في حساباتها اي شيء غيرهم هم. ليه ما عندهمش جماعة الاخوان المسيحيين في اوروبا؟ يخفوا عننا شوية يعني هناك، بلاش اوروبا. ليه مثلا في الهند ما عندهمش مثلا ايه جماعة الاخوان الهندوسيين مثلا؟ ليه ما عندهمش الكلام ده؟ طب ليه ما عندهمش مثلا جماعة الاخوان البوذيين؟ ليه يعني اشمعنى احنا؟ طب ليه مثلا الناس اللي هم في الهند برضو، الناس اللي هم بيعبدوا البقر، ليه ما عندهمش مثلا جماعة الاخوان البقريين؟ ويخفوا عننا ليه؟ احنا حظنا كده في مصر ليه؟ بس على فكرة احنا لينا الجنة. ما هو اصل الناس دي من ساعة ما هي اتوجدت وهم عمالين طبعا بيخربوا في البلد وعمالين بيبهدلوا في البلد، فاحنا كالشعب المصري احنا لينا الجنة، لان الناس دي باللي هم بيعملوه هم كفروا سيئاتنا. فيعني احنا هنطلع كده من غير سيئات؟ ما هم خلاص كفروا سيئاتنا كلها، فاحنا كده كده هنطلع ما عندناش سيئات، فان شاء الله احنا لينا الجنة. ربنا يعيننا وربنا يلطف بينا. السلام عليكم.